هل تبحثون عن البركة في الرزق، في المال، في الصحة، وحتى في أعماركم، وتتساءلون ما السبيل لتحقيق ذلك؟ لأننا فعلا بدأنا نلاحظ في هذا الزمان أن البركة بدأت تقل، ليس كما كانت سابقا، فلم تعد هناك بركة لا في المال ولا في الوقت. هل ترغبون باستعادة هذا الجند من جنود الله سبحانه وتعالى لحياتكم؟ سأشارك معكم عادة تبدو سهلة وبسيطة لكن تحتاج إلى جهاد النفس. هذه العادة أنا متأكدة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا التزمتم بها وجعلتموها روتينا يوميا في حياتكم ستحل عليكم البركة. إليكم ما تعلمته. روي أن رجلا سأل حكيما قال له: إن الكلاب تنجب أعزكم الله 7 والأغنام تنجب 3 فقط، ولكن لو نظرنا حولنا لوجدنا أن الأغنام أكثر عددا من الكلاب، رغم أن الأغنام يتم ذبحها بشكل يومي وتستعمل